كيتشنوفا مش هطلب حلل جرانيت ولا جرانيت تيتانيوم بس، وقلنا ان هي في منها المونيا والمونيا شاورما والمونيا بيد وفي ستانلس. انا النهارده جبت لكم طقم الستانلس ما شاء الله اللهم بارك. اول طقم ستانلس في كيتشنوفا ما شاء الله 18/10 ستانلس بيور، يعني ما بيصديش. ايدين زي ما انتم شايفين كده، الحلل ايديها منها فيها، غطا ايديها منها فيها، ومش معنى ان ايديها منها فيها يبقى بتسخن، لا، طول ما النار جوه القاعده بتاعت الحله عمر الايدين بتاعتنا ما تسخن. ما ينفعش ان احنا نعلي النار قوي والحراره كلها او النار تبقى بره القاعده بتاعت الحله وتوصل اليد ونرجع نقول لا يا منى الايد بتسخن. لا يا حبيبتي، طول ما هي في اطار الحله او في اطار القاعده عمر الايدين بتاعتها ما تسخن، ولا عمر الغطا كمان بتاعها ما يسخن. زي ما انتم شايفين كده طقم ستانلس بيور 18/10 12 قطعه، يسد معاكي في اي حاجه. ناس كتير تقول لي الستانلس بيشيط الاكل، الستانلس ما بيوزعش الحراره كويس، الستانلس بيشيط الرز. طقم الستانلس بتاعنا النهارده من كيتشنوفا ما بيعملش ده كله، وخير دليل حلقاتي في البرنامج زي ما انتم شفتوا كده عملنا فيه كل حاجه. 12 قطعه بيبقوا عباره عن ايه؟ حله كبيره وحله وسط، وفي زي ما انتم شايفين كده مقاسات كتير، عندنا مقلايه وعندنا صينيه بيد، ما شاء الله اللهم بارك. 12 قطعه يسدوا عين الشمس، عليه ضمان 3 سنين، والكلام دوت مش هتلاقيه اللي عند كيتشنوفا وبس. الحقي طقم ستانلس من كيتشنوفا وانت الكسبانه. سلام.